صباح الفل عليكم، صباح الحلويات. نهاركم عسل ان شاء الله يا حبايبي. ازيكم عاملين ايه؟ هنسمي الله ونعمل النهارده تيج بلدي بطريقه حلوه او مشويه. بصوا هنحط ايه هنا النهارده. نحط ايه؟ نحط جزر وطماطم و وحسمة وكزبره. عطول بس كزبره مش كتير، ماشي يا حبايبي. دي معلقتين زبادي، معلقتين ملح، دوت حبهان مطحون، ورق لورا على بعضه، حبهان وورق لورا على بعضه، ده فلفل، وحطينا جنزبيل، وده زيت، وضربناها شويه في الخلاط مع بعض، وبعدين قلنا حطينا الزيت. ماشي يا حبايبي. هنضربها شويه ضربه حلوه كده، ننعمها خالص. معلقه الزبادي ديت اساسي في الطريقه ديت مع معلقه الزبادي دي اساسي. ماشي يا حبايبي. ماشي يا حبايبي، هنضربها ضربتين جامدين كده كذا مره. هناخدها على كذا مره، وحطينا حبه الزيت دوت عشان يسهل كمان علينا الضرب، وهما اللي هيخلطوا الخلطه مع بعضها حلوه كده. بصوا حطيت بطاطس وشبت من عيدان الشبت، بس مش حطيت شبت، عيدان بس من الشبت. ودي بصلايه مقطعاها كوانح كده، وحطيتها زي ما انتوا شايفيني كده. قمت حطيت عليها من التتبيله اللي انا عاملاها، وقمت حاطه كمان خلي بالكم انا حاطه عليها كنزبيل كمان، كنزبيل بودر. ماشي يا حبايبي. يبقى حطينا ملح وفلفل وكنزبيل بودر وحبهان وكزبره، كزبره ناشفه. ماشي. وقمنا تبلينها بقى كده زي ما انتوا شايفين كده، جميله قوي. اوعوا تنسوا الزبادي هو اللي بيديها اللون الحلو دوت مع الطماطم. ماشي يا حبايبي. ودي بصراحه كانت طعمها جميل قوي قوي، ما اقولكوش على الطعمه دي. وكنت حاطه لها حبايتين مشمش كمان، احنا في موسم المشمش. حطيت لها حبايتين مشمش. المشمش ده بيديها مزازه كده، طعم حلو قوي قوي، ما اقولكوش في الفراخ. جربوها بطريقتي هتحبوها ان شاء الله. ولو عجبتكم الطريقه ما تنسونيش في اللايكات واشتراك في القناه. ربنا يعليكم يا رب ويعلي مراكم اكتر واكتر يا حبايبي. بصوا بقى عشان تعلوا لي القناه كده وتكبروها. ماشي يا حبايبي. لاول مره تشوفوني، انا اسمي هند من ست الدار. على الله تعجبكم القناه، وخدوا لكم لفه، انا عامله حاجات حلوه عليها ان شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه. ماشي يا حبايبي عشان تعلوها لي. ربنا يوسع عليكم ويكرمكم يا رب. هنخطيها بقى بورق ورق الزبده الاول قبل ورقه الحراري، عشان ايه ما تلزقش فيه. ماشي يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، بعد ورق الزبده قمنا عاملينه بقى بورق الحراري كده زي ما انتوا شايفين، مخطينها كويس بيه. ماشي. هنقوم ايه حطينا بقى في الفرن، واخدينها على الفرن. يلا حطينا من تحت، حطينا الميه ديت عشان احنا هنحطها من تحت تاخد تشميعه كده، وبعد كده ايه على نار عاليه. انا بوريكم اللي انا حطاها على نار عاليه تقريبا 200. ماشي يا حبايبي. قمت ايه شويه، قمت مطلعاها فوق. اول ما حسيت ان هي قربت تستوي قمت مطلعاها فوق. شوفوا طلعت جميله ازاي، جميله جدا. خلي بالكم ده ديك بلدي. يعني شوفوا بقى اللي هتقولوا ما هتغيب في السوا ازاي، انتوا ما عملتيها من غير اي حاجه الا بقى حبه الميه دولت. والله بقى جميل جدا واستوى بقى جميل زي ما انتوا شايفين. شغلت شلت الورقه وشغلت عليه الشوايه، وادى اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ماشي يا حبايبي. والبطاطس اللي تحت جميله برضك، هتتاكل على رز او عيش اللي يعجبكم بقى. ماشي يا حبايبي. انا عامله جنبها رز، وعامله كمان ايه كان عندي شوربه محطوطه في التلاجة، عملت جنبها حبه ملوخيه. اكله جميله ولذيذه ان شاء الله تعجبكم. انا وريتكم الفرخه بطريقتي بطريقه جميله جدا، وشوفوا اللون. انا بحاول اسقيها من الصوص اللي هو تحت اللي هو نزل منها، شايفين؟ من غير اي حاجه، هي جميله جدا، ولا محطتلهاش ولا زيت ولا اي حاجه، هي نزلت كل الدهون اللي فيه. شوفوا، ما انا بوريكم ان هي مستويه زي العسل. ما تنسلوش في اللايكات. مع الف سلامه يا حبايبي.